صباح الخير، ازيكم حبايبي؟ يلا تعالوا بسرعة نعمل الغدا قبل ما النور يقطع. دلوقتي انا جايبة كوسة زي ما انتوا شايفين، غسلتها وجردتها وغسلتها تاني زي ما انتوا شايفين كده بجرودها. تمام، بظهر السكينة كده بتتجرد القشر الرقيقة دي، بنشيلها وبغسلها وجهزتها اهوت للاستعمال. وبعدين هنا على النار جبت بصلاية مقطعة مكعبات مع معلقة سمنة، وهنسيبها على النار بقى ايه تحمر. هنا جبت الكوسة بقى، بدأت ان انا اقطع زي ما انتوا شايفين. هنا لقيت الكوسة تخينة قوي فقسمتها بالنص وقطعتها بالطريقة دي. تمام، هقطعها حلقات. خدوا بالكم ان انا قطعتها حلقات تخينة كده علشان ما تتهرش مننا ونحس بطعمها، ما تبقاش مهرية، لان احنا لسه هندخلها الفرن فناخد بالنا. هقطع بقى الكمية كلها وارجع لكم تاني. نرجع للبصل، بدأ يحمر، نديله تقليبة. تمام كده. هنا الكوسة اتقطعت اهي كلها. تمام، هنروح بقى على البصل نديله تقليبة كده ونحط عليه الكوسة بتاعتنا. تمام، طبعا كل فترة والتانية بنقوم عاطين لها تقليبة كده علشان نجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. نخلي النار وسط كده يا جماعة، لها مش عالية ومش واطية. هنغطيها بقى ونسيبها شوية، وهنحط لها بقى ايه معلقة فلفل اسود ومعلقة ملح، ونديلها تقليبة علشان كل الكوسة تستوي معانا. طبعا لاحظوا ان انا ما حطيتش مية خالص للكوسة. ليه؟ لان الكوسة بتنزل مية من نوع الخضار اللي بينزل مية لما يتعرض للحرارة. هنسيبها كده وكل شوية نقلبها. هم ملاحظين ان الكوسة اللي تحت لونها اتغير لانها دخلت في السوا، فبندي تقليبة كده علشان كلها تاخد السوا. شايفين بقى، شايفين المية اللي نزلت منها. تمام، هنا بقى حطيت 5 معالق سمنة وعليهم دقيق عشان اعمل البشاميل. طبعا عملت معاكم البشاميل قبل كده مع المكرونة، فطبعا كلنا عارفين البشاميل. وديت اللحمة برضو عصقتها معاكم قبل كده. ودي الكوسة بعد ما استوت. تمام كده كله ده جاهز معايا. ادي البشاميل. تمام، وادي اللحمة مفرومة، وادي الكوسة بتاعتنا. هنجيب بقى القارب وهنحط في ارضية القارب بشاميل كده، نخليه كله بشاميل من تحت. وبعدين هنجيب الكوسة
هنحط في القارب الكوسة، هنغطي الأرضية خالص بالكوسة. هناخد حوالي 3/4 الكمية بتاعتنا، عشان نغطي الأرضية كلها. هنفردها كده بالطريقة دي. تمام. هنبدأ بقى نحط اللحمة بالراحة كده، هنفرد عليها اللحمة. من كل ناحية بالطريقة دي. ما تنسوش يا جماعة تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات. دلوقتي حطينا اللحمة بتاعتنا اهي. هنبدأ بقى نحط باقي الكوسة اللي باقية معانا. مش لازم ان انتوا تغطوا الوش كله بالكوسة، مش مشكلة عندنا، لان احنا لسه هنحط البشاميل. بس هنحط الكمية اللي موجودة عندنا، كفاية خالص. تمام كده حطيناها. هنبدأ بقى نحط البشاميل على الوش. طبعا ملاحظين ان البشاميل خفيف. بشاميل الكوسة يا جماعة غير بشاميل المكرونة. بشاميل الكوسة لازم يبقى خفيف كده، لازم يبقى خفيف. تمام. بالطريقة دي هنغطي بقى الوش كله بالبشاميل. بالطريقة دي. دلوقتي بقى هندخلها الفرن، وهوريها لكم لما تطلع هتبقى عاملة ازاي. بسم الله ما شاء الله. شفتوا بقى الكوسة ما شاء الله لما طلعت من الفرن، لسه طالعة حالا. ريحتها كانت خطيرة ما شاء الله. ما بتاخدش وقت يا جماعة، تلت ساعة او نص ساعة في الفرن. انا حطيتها في ارضية الفرن من تحت حوالي ربع ساعة، وبعدين حطيتها على الشبكة عشان تاخد لون من الشواية. بقت بالطريقة دي ما شاء الله. هبدأ بقى طبعا مش هتطلع خرطة لانها سخنة جدا، بس هوريها لكم. شوفوا بقى شكل الخطير. والله يا جماعة طعمها كان تحفة تحفة. طبعا مش هينفع اطلع لانها لسه سخنة، بس طعمها كان خطير. طبعا احنا ما تحملناش المنظر كلناها وهي كده وهي سخنة، ما استنناش يعني. شايفين المنظر ما شاء الله. ادي اللحمة المفرومة والكوسة وغرقانة في البشاميل. احنا بنحب البشاميل كتير سواء مع المكرونة او الكوسة. بالطريقة دي تحفة ما شاء الله. وبألف هنا وشفا يا جماعة للي ياكلها. وتفضلوا معانا.